تونس التحكيم في الكان شوف. كيما حكيت عليه انت تقريبا نقدوه برشا ناس وخاصة الناس قالوا الفار شنو يعمل معناتها على الأقل يعني نصيحة للي يحبوا مثلا يغلطوا اغلط بالفار معناتها تعطيها قاوق. اليوم نجيو نلقاو في الكاف مساعد حكم قديم، مساعد حكم قديم معناها اكلي محدود الامكانيات. هذا من الكونغو اسمه اوليفييه، هو رئيس لجنه التحكيم. النائب نتاعو غوميز، معناها تصور انت غوميز وما ادراك، غوميز هو النائب نتاعو، هو يستانس كان بالاعضاء كيما سيكازوي جاني سيكازوي وما لفه. بالطبيعه باش تلقى زاده قائمه باش تلقى فيها عيسى سيب، بوبو تراوري، بيدة دحان وبرشا معناها من الناس هذيا. شوف انا نحب نمشي باش نحكيو على بعض الاخطاء اللي كما كنت نحكي لك توا. يعملوا تابلو ويحطوا فيه كان الكذب معناها في التابلو هذا، ما نحبش نعديه هكاك باش نعطيهم معناها قيمه اكثر من قيمتهم في اخطاء نتاع حكام نتاع معناها على جمع على نوادي على منتخبات. كان تشوف شكون هم الاولانيين فريمون تقولش علي انا نقطع الاوراق نبطل الكره نبطل التحكيم ونخليهم هما معناها يحكموا. راهو فريمون اللي مستفيد محطوط في المرتبه الثانيه، المستفيد محطوطين معناها في المراتب الاولى. شوف انا باش نبدا وليد تعديهم الفيديو خلي الاولاد معناها يتفرجوا تشوف اخطاء. شوف لهنا الكره تخرج هذايا في مباراة الجزائر يكمل معناها الحكم وموش موجود وتصير معناها فيها خطر. هذه معناها تصير زادة مخالفة على اللاعب نتاع الجزائر وديما نلعبوا هوني زادة كيف فما مخالفة قبلها والحكم معناها يسيب اللعب. تقولوا لي اما اسمع نحبك يا نوفل والاولاد تركزوا على التايم كود تشوفوا الفوق الوقت هذوما في الدقائق الاولانيين في الدقيقه 9 وفي الدقيقه الثانيه وحتى فما اللي في الدقيقه 0.30 معناها ثانيه فمن يتدخل معناها نتاع الحكم وتشوفوا لو كومبورتمون نتاع الحكم فيزافي للاعبين كيفاش يتصرف. هذه تسلل ويخليوها معناها لا ثم تدخل نتاع فار. الحكم il était impulsif معناها في اغزر منين يجيك معناها اللاعب. هذه احسن صوره عندي معناها اللي المساعد هذا على خاطر كان تشوفوه بعد المباراه شنو اللي عمل مع اللاعبين الجزائريين هذايا. ناس كنت تذكروا قلتها معناها ناس تحب تشري شبوك للاعبين يحبوا يخرجوهم من المباراه. معناها تحكيم في مستوى كما هذه مثلا مخالفه على محرز بدون انذار اللي هي كانت فرصه واعده والناس تقول لك يا اخي شنو اللي عمل هو للمنتخب الجزائري ما يستاهل الخساره. انا اعطيني ضربه الجزاء نتاعي اعطيني المخالفات نتاعي زفر صحيح وخليني نخسر 10 حاجه تخصني هذه. فوالا معناتها نيجيريا استحقت تربح ولكن الجزائر كان جات رابحه. هو حتى بيتر يا نوفل تتقلب اللعبه. نوفل هو حتى بيتر صاحبك هذاك اللي دزوا مره كنت تذكر اللي عديتها لك هذاك اللي دزوا الجارديان نتاع الوداد زاد كيف هوني يطبقوا في القانون. دزوا جارديان الوداد اي هذاك هاكا الكاتريام مع عيسى سي فهمني معناها هو التيان يلزم بالمتر ومعناها بالسنتيمتر معناها ما يلزمكش تقدم معناها تطبيق القانون على لاعبين نوع وتطبيق على ناس اخرين نوع. شوف معناها هوني يخرجك معناها شوف معنا وقت يا نوفل شوف معنا وقت دقيقة 9 باش نقول خليك باش نسألكم واحد منكم شكون حيدر يقال قال لك من اللي داخلين الجزائر ما يلزمهاش تربح باش ما تجيش مع المغرب في الدومي فينال. هذا قيل مع اخطاء كيما هكا برشا وخاضت الجزائريه خاضوها شنو معناها برشا يقول لك كأنه تعمل من بعد كي ماركات نيجيريا. طبعا الحكم شو اللي كوريكت انا كوريكت شنو كوريكت لحظه بعد ما عمل لي نوفل دورها لنيجيريا عنده توا 2 جوار ماخذين 2 افيرتيسمون ماهوش يلعب دار مالا يلعب على بليزيور فرون السيد هذا. شوف فوز معنا وقت يا نوفل شوف من وقتاش بدا يوتر لهم في اعصابهم 0.30 ثانيه
معناها ديجا اي ديجا فوالا، معناها معناتها الحكم. خدمه صحيحه. معناتها الكلام هذا كيفاش كاعلام نتناولوه؟ هو الحقيقة أنت جغرافيا معناها كيفاش تتناولوا في الجزائر اليوم فما كلام كبير برشا على مظالم وعلى مؤامرات تعرض لها المنتخب الجزائري وعلى امتيازات تعرض لها المنتخب قاعد يستنفع بها المنتخب المغربي في الكان. هو الحقيقة باش ما نتناقضوش زاد نرجعوا بكري لكلامنا قلنا راهو اللي يستاهل باش يربح هو اللي يربح المنتخب الجزائري في المقابلة هذه كان بعيد ياسر ما نجمش يربح المنتخب النيجيري. اوكي تقول لي بينالتي وحق وهذاك متفقين لكن سور تيران في اللعبة المنتخب الجزائري كان غايب تماما معناها قدام المنتخب النيجيري. يمكن نمشي أكثر شوية في فكرة أنه المحليين عندهم بعض الامتيازات. شفت ما نعرفش اذا كان ما نعرفش في تقديري انا يمكن عاد الاقدر في التقييم اما في عده مناسبات شفنا وانه المنتخب المغربي يلعب مرتاح الحقيقه وهذا مفهوم في افريقيا في بلاده قدام جماهيره مفهوم مش معناه حاجه باهره. وزاد راهو عندنا راهو لقطات باش ما يقولوش احنا قاعدين معناها نحكيو على الجزائر برك راهو حتى المغرب عندها اخطاء فايدتها ما تزفروش معناها زوز ضربات جزاء لم يتم معناها الاعلان عليهم حتى لا بالفار لا بالحكم. يعني ما نعرفش عندك زاد رام وليد وهو المغرب زاد لعبت مليح. لا معناها نحكيو راهو هذه مثلا نوفل مهما كان كلامك بصفه عامه اللي يستحقوا باش يترشحوا ترشحوا. شوف يا نوفل هذه المغرب لعبت مليح، مصر لعبت مليح، نيجيريا لعبت مليح بصراحه. هذه نوفل شوف هذه ضربه جزاء ما فيها حتى كلام. هذه الحكم يعلن على مخالفة للمدافع رقم 25 معناها راهو حاجة سي انادميسيبل معناها راهو هذا بيدة دحان معناها تزفر مخالفة للمدافع وهي ضربة جزاء. شوف معناها التدخل معناها كان بالمرفق على وجه الملاعبي ويزفر له فهمني معناها مخالفة للمدافع. عندنا زاد لقطة أخرى زاد اللي ضرب هكا خذا مخالفة. اللي ضرب هو اللي خذا المخالفة اللي ضرب هو اللي خذا المخالفة باش تشوف معناها راهو الكم الكبير نتاع الأخطاء يخليك اوتوماتيكمون كيما توا السؤال اللي سألته توا أنت الحيدر واحد يولي يتساءل علاش حكام من النوع هذا هما بيدهم اللي يزفروا هما بيدهم اللي ياخذوا القرارات اللي معناها قرارات مشبوهه الحقيقه. تشوف مخالفه كيما هذه ما تتزفرش معناها انت شنو اللي تحب تعمل. انا نحب نتعدى توا ضربه الجزاء المطالبه بتاع ضربه الجزاء هذه فلاغرانت اي كلهم والاخرى اللي بالمرفق في الوجه معناها راهو برشا بالنسبه معناتها الساقو كان نجم يقسمها فريمون مش عادي. شوف القانون يا نوفل القانون يقول لك لا تحتسب لمسه يد عندما شوف معناها اللي الناس اللي عادل كي تحكي الصباح عندي انا ضربه جزاء ايوه صحيح وقت واضحين ما يستحقوش بالحق. انا جبتك انا مجسم للقطه اللي كانت قدامنا. شوفك اللي بالازرق وقت اللي تضرب الكره وتطلع لليد هذيك نتاع الديفونسور اليمين ما فماش ضربه جزاء. كي تضرب الكره في الساق وتتعدى لليد اليسار ضربه جزاء. هكا صار لهنا ارتداد ولا لا؟ فسر علاش يد خاطر اليد هذيك اللي بعيده تنجم تلقى الوقت باش تبعدها. بار كونتر اللقطه نتاعنا الفيديو كانت تعدي لي اي بيان سور هما الناس تعرف اللي كي نشوف انا فما اخت صحفيه جزائريه الحقيقه راني تزدمت منها معناها تيلمون كيلي معناها اكلي محايده برشا. يعني على الاقل اختي كي تبدا انت محايده ما تعلم قانون على الاقل باش تنجم انت تجاوب. تحيه لها مش معناها تحيه لها يا عادل. لا مش تحيه لها خاطر ما تفهمش القانون في امورها يا عادل. يا عادل ربي معاها ضربه جزاء. خلينا احنا لازم تجاوب على الصحافه الجزائريه. انا تمنيت رئيس لجنه التحكيم نتاعهم يبداو الضرب من بارتو. انا تمنيت رئيس لجنه التحكيم نتاعهم عبيد شارف هو على الاقل يخرج ويفسر هذايا ما يخليش الناس. اما هو عنده سياسه النعامه على خاطر عنده مصالح اكيد مع جماعه الكاف. شوف لهنا في اللقطه انا نقول لك انا حتى وكان ضربت في ساقه
ضربت في ساقه يا عادل هذه معناها ضربة على جزاء، ساقه. يعطيك صحة على التفسير هذاك، ما هي ضربة جزاء واضحة. معناها هوني ضربة جزاء، معناها توفي بالنسبة للجزائر. عندي زاد لقطة أخرى، يلا نمشيو لبعض. يلا عندي لقطة أخرى زاد مطالبة بضربة جزاء أخرى اللي زاد كيف ما حكاوش عليها. احنا نعرفوا اللي اليد نتاع الجوار اللي كان مع ليتوال اللي يلعب مع الجزائر بغداد بونجاح، هذه هي تشوف معناها المرفق في الوجه، تعرفوها هذه صارت نفسها على صلاح كنت الافريق دو سود وتزفرت ضربة جزاء. علاش اليوم هذه لا الفار يعيط له ولا معناتها تعطى ضربة جزاء؟ واحنا نعرفوا اللي القانون وقت اللي تمس في منطقة حساسة الوجه هذه هي الضربه معناها في جداق، وضربه واحده معناها مش معناها يد في الوجه. انا ريت الماء ديك كان جيتك المنتخب زي ناقف نعيط الفار بالسيف. هي من السؤال يا عاد، هل تم العمل على اقصاء منتخب الجزائر؟ انا كي نشوف هكا ما ينجم يرتقي كان على انه معناها يتم اقصائها من حكم اللي انا يظل الوحيد اللي قلت لك حكم مشبوه وعنده سوابق فهمني معناها برشا. معناها ما يمكنش تصنيفها اخطاء. ماهيش اخطاء هذه. انا يا حيدر انا كي عديت لك السيري، انا عديت السيري نتاع الاخطاء عندي جواب. هما حضروا اخطاء مش موجوده. عادل هما حضروا باش يعاونوا نيجيريا ترشح. يا اخي الجزائر جات ماهيش في فورما، هذا هما مش متوقعين الجزائر مش في فورما. اما الاخطاء هذيك واضحه. شوف مثلا هذه زوز اخطاء على الاقل. يا حيدر حد شوف هذه مخالفه ويزيد عليها انذار يا نوف. هذه مخالفه او باش نشوفوها من زاويه اخرى. شوف كيفاش يعمل لك سيمولاسيون نتاعو ويزيد يعطيها فيرتيسمون عليها هذيك. بالله نوفل في الفار شكون موجود في الماتش هذا؟ خلي انا جايين من بعد الفار. لا بالحق شكون موجود؟ سنة لا اتشو اللي انا كنت نسخايله حكم معناها من الناس الثقات، طلع اتشو معناها من الناس اللي بالحق معناها راهو انا كي نغلط راني نقول راني غلط فيه معناها اتشو. برافو كريم عاشور. توا ان شاء الله يلا عاد رفيس عمل معاش ان شاء الله هشام معناها ياخذوها من السونس البوزيتيف يعني. شوف عندك انت نحب ما نعرفش كان وليد تعديلي هشام ونحبوا نسمعوه معناها ايش يحكي هشام على مباراة هذه. المنتخب الكاميروني بالبنية معناها يجي يخرج الكرة يضرب وجه المهاجم المغربي، وكذلك هنا الحكم نتاع الفار لا يستدعي حكم الساحة معناها. هل هو عادي هذا ولا هو ما هوش عادي اكيد، ولكن هنا ما نجموش نقولوا انه خاطر لو كان ثم الجزائر غينيا الإساوية مباراة تجريبية أو مباراة يعني ما عندها أي فايدة، فقط مباراة أن تكون تدريبية للتشكيلة الثانية المنتخب الجزائر الذي ضمن التأهل متصدرا وسيواجه كونغو الديمقراطية في الجولة أو يعني في الدور القادم. بينما منتخب غينيا الإساوية الذي ضمن رسميا مغادرته التصفيات حتى لو استطاع الفوز. بينما منتخب السودان ومنتخب بوركينا فاسو الذي ضمن أيضا هما تأهلهما من هذه المجموعة مع رفقة المنتخب الجزائري سيتقابلان اليوم في نفس التوقيت على الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر، في نفس وقت التي تقام في مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية. مثل ما قلت لكم هذه مباراة يعني ما عندها أي فايدة، لكن يمكن خلينا نقولوا أنها راح نغير شوي في التشكيلة أو راح نجرب ونبدل في التشكيل. بالنسبة لي أنا في الهجوم أنا يعني أرى أنه أفضل تشكيلة يقدر يدخل بها أو خلينا نقول خليه يجرب بها في رأس الحربة بركان، في الجناح الأيسر خلينا نقول عمورة أو خلينا نقول بولبينا، بينما الجناح الأيمن حاج موسى. هذا أفضل تشكيل في الهجوم. بينما في الوسط يمكن راح يدخل بثنائي الرعب زرقان وزروقي، بالإضافة أيضا إلا يمكن يدخل بلاعب أف سي باريس اللي هو قبال. في الدفاع مش عارف يعني من راح يجرب، لكن نسبة كبيرة أنه راح يدخل بيوسف عطال كيجربه، بالإضافة أيضا يمكن بالعيد ويمكن مش عارف توقاي، المهم على حسب تجربة المدرب. بالإضافة أيضا راح يغير الحارس يعني بنسبة كبيرة جدا، راح يدخل بماندريا في هذه المباراة حتى يجرب اللاعبين ويعطيهم فرصة للمشاركة في بطولة أفريقيا قبل المواجهة المصيرية مع منتخب كونغو الديمقراطية في الدور القادم. منتخب قوي جدا ويحسب له ألف حساب. نتمنى من الجزائر أنها
يعني أو من المدرب أنه يحرض اللاعبين أكثر على استغلال الفرص، لأن الجزائر أكثر منتخب يعني صنع الفرص أظن وراء نيجيريا، لكن لا يسجل هذه الفرص التي تسنح له. بالإضافة أيضا إلى وجود يعني أو خلينا نقول ميزة في المنتخب الجزائري يلعب عليها لكن في نفس الوقت خطيرة جدا، اللي هو الدفاع المتقدم والضغط العالي. المنتخب الجزائري يمارس ضغط عالي جدا على المنتخبات حتى يفتك الكرات، وهذا ما يجعله أحيانا يضرب بالكرات الطولية أو الكرات التي ترمى وراء المدافعين. أتمنى من المدرب أن يحسب لها ألف حساب. الجزائر تصنف حاليا في المرتبة الأولى في هذه البطولة من حيث المنتخبات التي تفتك كرات أو تسترجع كرات. نعم شفناها أن الجزائر يعني تستحوذ تلعب لعب نظيف، لكن هناك مثل ما قلت لكم النقطتين اللي هو عدم استغلال الفرص بالإضافة إلى الدفاع الخطير.